لو بقالك اكتر من كام اسبوع ما بتروحش الجيم فغالبا انت خسرت شويه عضلات، بس في اخبار حلوه. الذاكره العضليه دي حاجه حقيقيه ومثبته بابحاث كتير جدا. العضلات اللي خسرتها تقدر تبنيها تاني اسرع بكتير من انك تبني عضلات جديده من الصفر، بس ده طبعا لو رجعت تتمرن صح. اولا جسمك هيكون قافش، فقبل اي حاجه اعمل 10 دقائق كارديو وشويه اطالات خفيفه لاي عضله حاسس انها شد عليك قوي. نزل اوزانك بنسبه 20 ل 50% عن الطبيعي بتاعك في اول اسبوع ترجع فيه، وركز انك تتحكم في الوزن بمدى حركي سليم. ما تغشش في العدات عشان بس ترفع نفس الوزن اللي كنت متعود ترفعه زمان. قوتك هترجع لك بسرعه، بس مش لو دمرت نفسك في اول اسبوع. في الاسبوع التاني ابدا دوس على نفسك في التمرين، بس خلي حجم تمرينك قليل عن العادي، يعني مجموعه او مجموعتين بس تلعبهم جامد لكل تمرين، وتقف لما تحس انك مش قادر تجيب عده كمان باداء صح. وبرده بلاش تكابر في الاوزان او ترفع وزن عشان تتمنظر بيه. على الاسبوع الثالث هتبدا تلاحظ ان قوتك وحجمك العضلي بيرجعوا بسرعه، ده طبعا طول ما انت رجعت تاكل كانك بتتمرن بجد. خد كفايتك من البروتين، على الاقل 7 من 10 جرام لكل باوند من وزنك، او 1 جرام لكل سنتيمتر من طولك لو انت راجع وعندك نسبه دهون اعلى في جسمك.